يا حرام فعلا على اللي جرى. انا واحده جايه تقول لكم ومن كل قلبها نصيحه لوجه الله. الشاب اللي بيفضل طول الليل يكلمك ويشيت معاكي ويقولك والله العظيم ما بحب غيرك، انت وبس اللي بعبدها، انت اللي في حياتي، انت اللي في دنيتي، انا ماليش غيرك، انت اللي مستحيل ان انا اخلي حد يتجوزك غيري، مستحيل اخلي حد يحبك غيري، انت ليا لوحدي، بصي انت حبيبتي ومراتي من دلوقتي، انا مش بعتبرك حد انا اعرفه كده وبس، انت مراتي انا لوحدي من دلوقتي، انت مش هتكوني غير لحد غير ليا انا، وغيره وغيره وكلام وكلام وكلام. ولا زميلك في الشغل بقى اللي يقعد يسبلك طول النهار وانت بتشتغلي وهو قاعد قدامك يبص لوشك ولعينيكي، ويجي بعد كده يكلمك انت عامله ايه واخبارك وايه مشاكلك، وتقعدي تفضفضي معاه زي العبيطه والهبله وتتكلمي معاه عن كل حاجه تخصك. يا بنات، دول مجرد ذئاب بشرية بتتكلم، معلش أنا عارفة إن الكلام ده هيزعل ناس كتير مني النهاردة، إن كان شباب أو بنات، بس ده الحقيقي وده اللي بيحصل. مجرد ذئاب بشرية بتوقع البنات في شباكها، إلا من رحم ربي، لأن هو لو إنسان محترم هيجي يخبط على باب بيتك ويقولك أنا بحبك، أنا شريكي، أنا عايز أتجوزك. لكن الشاب اللي يطلب منك ويقولك تعالي أنا بحبك، وانك هتكوني ليا ومحدش هيلمسك غيري، وانك مراتي من دلوقتي، وانت طبعا ضعفتي قدام الكلام ده كله. وازاي ان في واحد بيقول لي وبيحب فيا طول الليل، وازاي يضحك عليا في الاخر. كل الكلام ده احنا بقينا عارفينه. طبعا انت هتضعفي قدام الكلام ده كله وهتقدمي شويه تنازلات، هيجي في الاخر يقولك يعني ممكن صوره بس اشوف شكلك هو ايه، عشان ابقى انا عارف البنت الجميله اللي انا بكلمها. طبعا حضرتك كل اللي هو بيعمله ده عشان يرضي شهواته منك مش اكتر. وطبعا هيفضل يحب فيك طول الليل، وكل الكلام ده طبعا انت ناسيه خالص ان الكلام ده بيغضب ربنا، وده يعتبر درجة من درجات الزنا، انك تكلمي شاب انت مالكش علاقة بيه وتتكلمي معاه، ده كبيرة من الكبائر. كمان لما يفضل يتكلم معاك طول الليل وكلام حب وكلام مش عارف ايه، وطبعا ما تقوليش الكلام ده ما بيحصلش، الكلام ده بيحصل، اقسم بالله بيحصل وما تستغربوش. هيجي بعد كده بشويه يقولك انا عايز صورتك ليه، علشان اشوف القمر اللي انا بكلمها، علشان اشوف حلاوتك، علشان اشوف واشوف واشوف. طبعا من حضرتك بقى لما خلاص وقعتي في الفخ هتبعتي له صوره وانت لابسه الحجاب مثلا، ده انت لو انت محجبه، شويه يقولك لا انا نفسي اشوف شعرك بقى علشان ابقى انا عارف شعرك شكله ايه، وشعر اللي مش عارف ايه الكلام الغزل ده. المهم شويه تبعتها من غير حجاب، شويه يقولك انا نفسي ابعتي لي صوره عريانه عشان اشوف جسمك الجميل، وانا وانا وانا. طبعا هتضعفي وهتبعتي. ما فكرتيش في ربنا، نسيتي نفسك ونسيتي اهلك ونسيتي شرفك، وصدقتي طبعا كلامه انه هيتجوزك وهيوفوا بعض ليكي، وانت متعرفيش ان صورتك دي ممكن كل اصحابه هيشوفوها، ممكن حد كمان ياخدها وتنزل على مواقع وسخة وزبالة زيه، ووقتها بقت سمعة اهلك في الطين والتراب، وكسرت ظهر ابوك اللي شقيان وطالع عينه يا عيني علشان يخليكي احسن من كل البنات. هتكسري اهلك وتكسري ابوكي وتذليه وتجرحيه وتهينيه قدام الناس كلها. امك اللي بتقعد تتباهى بيكي وتقول بنتي مفيش احسن منها في ادبها وفي اخلاقها وفي طيبتها، ده بنتي ما بتعرفش لا تروح ولا تيجي، وبنتي مؤدبه ومحترمه، ده هيجي لها احلى عريس في الدنيا، وما تعرفش ان بنتها باعت نفسها بارخص ثمن. يبقى اهلك ابوك وامك بيغلوك وطفحانين الدم علشانك، وانت رخصتيهم وكسرتيهم واهنتيهم في اعز ما يملكوا، في اعز ما يملكوا. عرفتي؟ كفايه بس ان امك تقعد تتباهى بيكي قدام الناس. اقسم بالله اللي بيحبك يا بنتي ما هيطلب منك كده، وهيخاف عليكي اكتر من نفسه، وهيفضل يصبر ويفضل يصبر ويصبر نفسه لحد ما تبقى حلاله، هيصلي لربنا كل يوم علشان ان انت تكوني من نصيبه. صدقني ده هيكون هو الانسان المحترم، ده الانسان اللي عمره ما هيسيبك بحجه انك بعتي صور وليه واتكلمتي معاه. هيقولك زي ما اتكلمت معايا وبعتت صورها ليه، اكيد عملت مع مليون واحد تاني غيري. والله العظيم لو بتعشقيه ولو بتموتي فيه، مجرد ان انت تكلميه في التليفون او توري له صورك على الشات او غيره او غيره، ويوم ما تيجي تطلبيه بان هو يدخل يتقدم او ان هو يتكلم او يحصل اي حاجه، هيقولك ما عرفكيش زي ما ورتيني وريت لغيري، انا منين اضمنك، منين اضمنك ومنين اضمن اخلاقك. يا بنات بلاش نموت واحنا بنزني، لان ده زنا، انك شاب تاني يشوف صورك يشوف كلامك ده يعتبر زنا. خلي بالكم يا بنات، اي شاب يطلب ان هو يشوف صورك ممنوع، اي شاب يحب يكلمك على الخاص ممنوع ممنوع ممنوع، اي شاب يقولك انا بحبك قول له بيت اهلي موجود. بالذات البنات المراهقات، البنات اللي لسه في سن صغير اللي في تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي، انا بقيت اشوف العجب.
البنات لسه في اولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي، وكل واحده فيهم بقت ماشيه متبرجه، كل واحده فيهم بقت ماشيه الطرحه اللي لابسه، يعني اللي لابسه طرحه الا من رحم ربي طبعا، حاطه الطرحه في نص شعرها، يعني نص شعرها باين مبيناه ونص شعرها متداري كده، والطرحه شافون ما شاء الله واصفه وكاشفه كل اللي تحتها. يا بنات الاقيهم ماشيين، يعني كل واحده تيجي قدام الشباب تضحك وتتدلع وتتمايص علشان تلفت انتباه الشباب ليها. احنا فين من التربيه يا جماعه؟ الامهات احنا فين من تربيه ولادنا وبناتنا؟ احنا فين من تعليم بناتنا الصح والغلط والعيب والحرام؟ لما بنتك تيجي خارجه قدامك بطرحه في نص شعرها، ولا انت باينه شعرك ده لمين؟ بتظهري لي مين؟ عايزه مين يشوفوا؟ حققي مع بنتك، علمي بنتك ان في رب هيحاسبها وهتتعاقب، ما دامك بلغتي يبقى هتتحاسبي. عرفي بنتك ان في صح وفي غلط وفي حلال وفي حرام، علميها ان ده غلط. بنتك لما تيجي طالعه بقت خلاص، بقت في اولى اعدادي وفي تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي، مرحله المراهقه، لما تلاقي بنتك ماشيه لابسه ستريتش من اللي هيقطع جسمها، قولي لها لابسها لمين؟ ده انت تقعدي بيه في البيت، ويبقى عيب عليكي كمان لو ليكي اخ او ليكي والد، عيب عليكي كمان لما تقعدي بيه قدام اخوكي. فكل ام لاحظي بنتك، يعني خليكي ورا بنتك، راقبيها بمعنى اصح. اللبس المحزق او اللبس الاوفر، بنتك جايه خارجه بتحط برفان، ما بتحط البرفان لمين؟ عيب يا حبيبه قلبي، حرام يا ماما. عرفي بنتك الصح من الغلط. بنتك لما تيجي تشوفيها وانت ماشيه معاها عماله تبص على شباب، قول لها عيب، استحي من ربنا. لما تيجي تقابلي شاب حط وشك في الارض، ده اسمه حياء، ده اسمه احترام. لكن انك تمشي تبص على الشباب وتشوفي مين الحلو ومين الوحش، كده حبيبه قلبي حرام. علمي بنتك من صغرها لما تمشي جنبك تبقى ماشيه صوتها واطي في الشارع، مش ماشيه جنبك وتشد الضحكه تخلي الشباب كلهم يتفرجوا عليها. يا امهات، يا امهات، راقبوا بناتكم وخافوا عليهم وحافظوا عليهم. البنت لما تلاقي امها دايما واعيه، لما البنت لما تلاقي دايما امها بتقولها في مرحله المراهقه، ده شيء طبيعي جدا ان قلبك يا حبيبه قلبي يتعلق، لان هرموناتك بتتغير. بس لازم يكون لك حدود، لازم تعرفي ان التغيير ده له حدود. ما تستغليش تغيير جسمك في حدود غلط وفي حاجات غلط. لازم تفهمي بنتك الكلام ده، لازم تفهمي بنتك. اوعي يا حبيبتي حد يكلمك ويقول لك ابعتي لي صورك، او حد يكلمك على الخاص بيقول لك انت حلوه، انت انا عايزه اكلمك، ده انا بحبك، ده انا وتستجيبي. علموا بناتكم، علشان البنت لما في شاب او ذئب بشري يجي ان هو يكلمها ويدخل لها على الخاص، تبقى البنت عندها وعي، عندها فهم ان ده حرام قبل ما يكون عيب وغلط. لكن احنا بنسيب بناتنا كده على يمين، نقول الشارع هيربيهم. الشارع ما بيربيش حد، بل بالعكس، الشارع بيعلم الالفاظ القذره والزباله، الشارع بيعلم قله الادب والسفاله. عرفتوني كده؟ لان احنا عندنا في الريف معظم الاولاد يعني تقريبا طول اليوم في الشارع، والامهات كمان قاعده في الشارع، تقول لك اللي ما يربوش امه وابوه يربيه الشارع. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. علمي بنتك ما بقتش صغيره، دخلت اعدادي ما بقتش صغيره، بنتك حاضت ما بقتش صغيره، عرفيها ان قلبها متقلب في الفتره دي. حتى بنتك لازم تخليها قريبه منك قوي قوي في الفتره دي، وتصاحبيها وتعلميها الصح من الغلط. بنتك خليها تيجي تحكي لك على كل حاجه خاصه، فهماني يعني ايه كل حاجه خاصه؟ شاب كلمها كلمه، شاب قال لها حاجه، سالها سؤال، شاب بص لها بصه مش كويسه مش طبيعيه، علمي البنت ان هي تيجي تحكي لك وتفهمك ان ده يا ماما بصلي، ان ده يا ماما كلمني، ان ده بعت لي ماما رساله على الماسنجر. علمي بنتك ان انت اقرب واحده ليها، وان هي تثق فيك انت. ما تسيبيش بنتك لصديقات السوق وتقولي ايه ماشيه مع صاحبتها فلانه، ماشيه يمكن صاحبتها فلانه دي اللي تفسدها، صاحبتها دي اللي تفسدها وتدمر اخلاقها من غير ما انت تحسي. الكلام اللي هي مش قادره تقوله لك في البيت، او اللي هي بتيجي تقوله لك وانت تشدي قبالها وازاي وكده لا وما ينفعش وما ينفعش، بتخلي بنتك تحرم تاني مره تيجي تقول لك ايه اللي بيحصل معايا، فهماني؟ لكن كل ام حتى لو بنتك غلطانه وعارفه ان هي غلطانه، لازم تاخدي بنتك في العمر ده بالسياسه بالهدوء. اللي حصل حتى لو بنت غلطانه ما تقوميش عليها قومة الدنيا والاخره وتقولي لا عيب وعيب ومش عارف ايه. اقعدي مع بنتك وتكلمي معاها براحتكم، وقولي لها حبيبه قلبي انت صاحبتي قبل ما تكوني بنتي، واختي قبل ما تكوني بنتي، اي حاجه عندك تعالي قولي لي، بس انت عملت كذا غلط وده غلط وده صح، بكل اسلوب هادي بكل اسلوب مريح، بحيث ان البنت تخرج من كلامها معاكي مشبعه نفسيا من اللي هي كانت محتاجه تسمعه. تخرج من كلامها معاكي بان هي مرتاحه نفسيا، وان انا خلاص مش هخبي حاجه تانية على ماما، ماما ما بتاذينيش، ماما ما بتعاقبنيش، ماما ما بتقفليش على الواحده، انا مش هخبي اي سر من اسراري تاني على ماما. فخلي بنتك دايما تحت عينيك وراقبيها، علشان فتره المراهقه دي اصعب فتره للبنت في التقلبات النفسيه والمزاجيه. فكل ام خلي بالك، وكل بنت قربي من ربنا قوي، خلي بنتك تقرب من ربنا قوي. يا كل ام خليها تصلي وتصوم، تخليها تقرب من ربنا، تعرف ان ده حلال وده حرام، تمام؟ فيا رب
اكون افدتكم على قد ما اقدر. يا رب تكون فعلا قدمت نصيحه لوجه الله خالصه من قلبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا ريت ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.